السلام عليكم. ما حدث اليوم محافظة كركوك هجوم لبعض عناصر داعش بحدود الساعة 3 فجرا في مناطق حي عدن، واحد حزيران، ومنطقة دوميز، وحي الحجاج، ومنطقة المحافظة، وأيضا منطقة الأسرى المفقودين، بالإضافة إلى الهجوم على مركز الشرطة القديم، أيضا هجوم آخر في 90. حاليا الوضع تقريبا تم السيطرة عليه مع بقاء بعض الدواعش المحاصرين الذي حاليا سوف يتم تصفيتهم من قبل القوات الأمنية. الآن الطيران يحلق في سماء كركوك للسيطرة على الوضع. الانفجارات اللي حدثت هي المهاجمين من داعش كانوا يرتدون الأحزمة الناسفة، فلحد الآن تقريبا 6 إلى 8 فجروا أنفسهم. أصوات الإطلاقات النارية هاي تأتي من منطقة المحافظة تحديدا. القوات المشاركة بقتال الدواعش هم من البيشمركة وطوارئ كركوك، بالإضافة إلى قدوم عناصر من الحشد التركماني من تازة، مع احتمال تعزيز من قبل الجيش العراقي بسبب محاولة الدواعش الضغط من مكتب خالد. اليوم صباحا قامت داعش بالهجوم على محطة كهرباء الدبس، وتم السيطرة على الوضع هناك في محور دبس. إلى الآن استمرار الاشتباكات. تم إعلان مجلس محافظة كركوك السيطرة على الوضع، محاولة فاشلة لزعزعة أمن محافظة كركوك. الدواعش الذين هجموا كانوا من الخلايا النائمة داخل كركوك.
محاولة أيضا لزعزعة أمن كركوك، وحاليا الوضع مسيطر عليه. استمرار الاشتباكات للتخلص من جرذان داعش. أغلب مناطق كركوك الأهالي نزلوا إلى الشارع، والجميع كل من يحمل سلاحه الشخصي لحماية منطقته. ما حدث الآن هو محاولة لسيطرة القوات الأمنية ومحاصرة بعض الدواعش. صباح النصر على عناد كل صفحة حاقدة رادت انه تقول كركوك ساقطة. كركوك محمية وحاليا دسنا راسهم بالقنادر، وراح ننشر بعض صور قتلناهم، وحاليا احنا حاصرينهم، وان شاء الله راح ندوس راسهم بالقنادر. الكلاب ذولا ليش كركوك ما صاحب كركوك بيخاونا بوقوان دريتشينا باستريان او بيخافنا الله فوق تواري جوا او تأسا حصريان ما كردوا بصدر كنا درو اگر اوان بيان بصدر كنا درو فرم اگر بخوانا لين بيو بصر كنا درو بزانا كسر كواني صدر كاتر درو. بس مع الاسف اكو صفحات حاقدة تقول انه كركوك ساقطة. من الساعة 3 جاي نقتل بيهم مثل
القناة يعني ما اعرف شو اقول لكم، حيوانات احسن من عندهم. ولا حد يخاف، كركوك كلش عادية طبع البيئة، لا حد يخاف، وابقوا ببيتكم، وان شاء الله خلال ساعة ساعتين راح نجيب لكم بشائر النصر كامل، والصور مباشرة جاي نصورها وجاي ننزلها على الفيسبوك. حتى كركوك بعون الله والبيشمركة والآسايش والشرطة كلها راح تحمي كركوك. لازم يدوسون علينا واحد على ما يجون عليكم انتم واحد. وهذه الطلقات اذا تسمعوها كلها من قواتنا الامنية، لان هم مثل الجرذان حاليا خاتلين بالابنية، وجاي واحد نقتنص من عندهم. تحية للجميع، لا حد يطلع من بيته منع تجوال، ولا حد يخاف، ترى كل شيء ماكو، كزنا ترسيه يشنيا، وحاليا هم ما نحصر كردون، وان شاء الله يك رس مكاني تام بدا ارم يك كجرا وكان دا اجرين، وان شاء الله كركو فياكيا بو ايما نامردين وكشاركاني تربينا ما سرمان بو ايما ايلين بابان ما نبين بتشم خوشكو دايك ما صبايكن بو دركركو بيخاونا اول جور راقرم شلون لي انا دي باخلاقنا خيرينا. النصر آت ان شاء الله، النصر آت ان شاء الله. الله مولانا ولا مولى لهم، وان شاء الله راح خلال ساعات راح نطلع لكم كل الصور وهذه الصفحات الحاقدة اللي تقول داعش تفتر بكركوك. الله اكبر. تحية للجميع. بيجي عراق، بيجي كركوك. شاورواني ان شاء الله مجدي خوش تربن، شاوري مجدي خوش، طبعا هم برنس شاوري مجدي خوش تربن. الله دمكم.